السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هشام محمد يحييكم من جديد. هدخل في تفاصيل الموضوع على طول. من الآخر كده يا أخوانا، أنا حصل معايا امبارح والنهاردة حاجة غريبة كده، حابب أشارككم فيها وأعرفكم اللي حصل معايا إيه بالظبط. يوم وقفة عيد الفطر المبارك، تمام، ليلة الوقفة بالظبط الساعة 9:15 أو الساعة 9:15 بالظبط، اتقبض عليا من قدام المحل بتاعي بتهمة إيه؟ بتهمة كسر حظر. كلام زين كلام زين. ليلة العيد، ليلة العيد المفترجة، اتخذت من قدام المحل الساعة 9:15 والله. رحنا المركز الشرطة التابع للمكان اللي أنا فيه. قعدنا أنا وطبعا كانت ناس ياما مقبوض عليها. قعدنا لحد حوالي الساعة 1:15، الساعة 1:30، 2 كده يعني. عملوا لنا محاضر وطلعنا. بس قبل ما نطلع كانت في ناس ليها معارف اتصلت بالتليفونات، الكلام ده قدام عيني مش حد حكولي، أنا كنت محجوز ممسوك، تمام. اللي ليه معارف وقدر يسلك نفسه طلع، واللي ما سلكش نفسه اتعمل له محضر. تمام، اتعملنا محضر يا عم، واحنا كاسرين حظر بعد الميعاد اللي حدده رئيس مجلس الوزراء فعلا، ومفيش اي حاجه، والقانون يمشي على رقبه الكل. ماشي. عيدنا وتمام تمام. بعد ما ليله العيد اتطينت طبعا، ورجعنا شغلنا عادي وتمام تمام، لحد امبارح العصر جاني واحد على البيت جايب لي جواب وبيقول لي انك انت لازم تحضر في النيابه بكره عشان عندك جلسه. جلسه ايه يا عم الحاج؟ جلسه ده انت بس تروح تدفع الغرامه اللي محددها الدوله وهترجع. كلام زين. رحت النهارده الصبح النيابه، تمام، نيابه المكان اللي انا فيه يعني. رحت فدخلت للموظف. انا فاكر نفسي ان انا هقف قدام وكيل النيابه يعني واشرح اللي حصل معايا بالظبط، وبعد كده يعني ايه هو تقديره بقى، هيقول لي غرامه 200 جنيه 500 ايا كان وهدفعها واجب. اتضح ان انا ايه اتعمل لي معموله لي قضيه رسمي، تمام. والقضيه دي راحت المحكمه ودي ميعاد جلسه، وبيقول لي كان المفروض انك انت تيجي قبلها بيوم او يومين عشان تلحق الامر ده قبل ما يتحول القضيه وتنهيها بالتصالح انك انت تدفع غرامه وخلاص. لكن انت حاليا بقت جلسه، ولو انا رحت المحكمه وحضرت الجلسه دي فبالتالي هيتم احتجازي، وعلى الاقل خالص هقعد لي 5 6 ايام في الحجز لحد ما يتعامل معارضه، وانا ال5 ايام دول محبوس، تمام. والافضل ان انا ايه ما احضرش، لا هفضل محبوس ال5 ايام دول لحد ما يتعامل معارضه، والافضل ان انا ما اروحش احضر الجلسه دي واوكل الامر المحامي. فعلا ما رحتش حضرت الجلسه، وعرفت بعد كده ان انا اتهفيت شهر حبس، تمام. وعملت توكيل المحامي ودفعت مبلغ، طبعا مش مبلغ في التوكيل، ما المحامي، والمحامي قال لي ان الحكايه دي ممكن ترسلها على 1000 جنيه غرامه او 2000 ايا كان. المهم يعني الحوار فيه مخميضه، شويه مخميض كده ما لهمش اي 30 لازمه. السؤال، انا راجل جاني جواب ان انا احضر يوم 26، جاييني قبلها بيوم اللي هو امبارح العصر. اعرف ازاي ان انا المفروض اروح قبلها بيوم ولا باتنين عشان اخلص الحكايه دي؟ الله ورسوله اعلم. البيروقراطيه المتعفنه، الروتين اللي يجيب لك شلل. يكفي اقول لك ان انا عشان اعمل توكيل ملوش اي 30 لازمه، توكيل عام، شربت المنقع عشان اعرف اعمل التوكيل ده. وانا واحد من ضمن الناس اللي بتكره المصالح الحكوميه كره العمى، تمام. طب انا لو رحت مثلا المحكمه وحضرت الست ايام ولا ال5 ايام دول لحد ما اقدر اعمل معارضه واطلع، دول انا محبوسهم، هبقى محبوسهم ومحل مقفول، تمام. يا اخي حتى ليله العيد كنتوا سبتونا زي الناس اللي اتصلت دي، ما كانش في داعي ليها المحاضر. ليله عيد، ليله مفترجه، كسرنا حظر يا سيدي، بعديها ب 15 20 دقيقه خلاص انت يعني ساعتك مظبوطه بالسنتي. خدوا بقى النكته اللي جايه دي، تمام. دي قصه انا وصلت ان انا عليها قضيه، والان كانت من ده كله ان انا لو خدت حكم ونفذته، يعني لا قدر الله يعني نفذت حكم الشهر ده والعياذ بالله، تمام، انا بقيت مسجل. مجرد ما يرمي بطاقتي على اي كمبيوتر، والله العظيم زي ما بكلمكم كده، الراجل ده محبوس ينزل. وما ادراك من انك انت تتمسك في كمين مثلا، يعني معدي مسافر رايح القاهره رايح اي مكان، واخدوا بطاقتك يكشفوا عليك فيلاقوك انت مقضي لك حكم قبل كده، مقضي لك شهر. وحتى مش هقول لك انت مقضي الحكم في ايه، لا انت كنت محبوس، انت شمال، تمام. واطلق العنان لخيالك للي ممكن يحصل فيك، مش هقول لك يعني وانتوا ادرى يعني وعارفين. الانكت من ده كله بقى ان الراجل بتاع الكافيتيريا اللي جنبي، تمام، وهو واحد غلبان زي حالاتنا كده، يعني عشان انت مثلا واحد زي حالاتنا انا يدفع 1000 ونص، اقسم بالله العظيم يا اخوانا ال 1000 ونص ده انا هشتغل بيها شهر كامل عشان اقدر اكسبها صافيه شهر كامل ويكون في شغل. الراجل بتاع الكافيتيريا اللي جنبي اتخذ امبارح،
ماشي، متاخد الساعه 11 ونص وما كانش فاتح بالمناسبه، بس هو كافيتيريته ملهاش ابواب، فهو هيقفلها كراسي وهيقعد جواها بس. وبما انني بايت حارس فانا ممكن اشغل التلفزيون اديني قاعد واحد. المهم واتاخدت الشاشه واتاخد الليله ده كله. تمام. تصور يا اخوانا ان هم واخدينه 3 4 شيش، وهو اصلا وانا اشهد على ده ان هو ما عندوش شيش، يعني ما بيشغلش الشيش في فتره الشغل دي. كلام زين. اتعمل له محضر، هو لسه لحد دلوقتي من امبارح لحد النهارده في الحبس وما طلعش، واتعمل له محضر كما قال الكتاب. تمام. تصوروا يا اخوانا ان الراجل ده محبوس، مش محبوس عشان هو عنده شيش والشيش دي بتساعد في نقل عدوى كورونا، لا، انت عشان محبوس عشان انت ما عملتش تصالح على الشيش. انت لو دفعت ال 13000 جنيه، ما عارف ال 14000 جنيه بتوع التصالح، فاحنا مسموح لك. يعني اساسا الحكايه حكايه حل بفلوس، حل بفلوس ملاش ادنى علاقه لا من قريب ولا من بعيد من منع انتشار عدوى ولا منع انتشار فيروس، لا خالص. انت لو صلحت على الشيش ودفعت كيشت ال 13000 جنيه و 14000 جنيه، هنسمح لك انك انت ايه، تمام، تستخدم الشيش في القهوه بتاعتك. لا، انت ما صلحتش على الشيش وما دفعتش الفلوس دي، لا انت مش مسموح لك. لكن القصه بعيدا خالص عن اي هلوسه بتتقال في الاعلام ان عشان خاطر مصلحه الشعب وان احنا نحجم فيروس كورونا ونمنع من الانتشار وان احنا ممكن نتحول الحكايه ملهاش قصه، ملهاش دعوه بكده خالص. الحكايه اقسم بالله العلي العظيم حل بفلوس، حل بفلوس حرفيا. تصالح على الشيش ما تدفعش فلوس الشيش اللي هي ال 13000 جنيه دي، لا ما فيش شيش الكلام ده كله. ادي بمنتهى الصراحه الوضع اللي احنا فيه. تمام. انا راجل كمحل اكسسوار وفميه، انا صانع فميات. تمام. شغلي اساسا ما بيبداش غير من بعد المغرب لحد اخر الليل، لحد في الصيف مثلا لحد الصبح لحد الفجر، ده شغلنا كله. وفي الشتاء نفس الوضع كده، ما بيبداش الشغل غير من بعد العصر لحد الساعه 11 12 بالليل. ما فيش شغل. انا حوار حاضر الساعه 9 ده، واللي برضو انا عايز افهمه، يعني هو الفيروس ما بينتقلش في النهار وبينتقل من بعد الساعه 9. تصرفات مبهمه وتصرفات غريبه جدا. لا اما تقفل خالص، اقفل خالص على الكل، يا اما تفتحها. لكن مفيش حاجه اسمها حظر لحد الساعه 9 ومفيش حاجه اسمها حظر لحد الساعه 12. دي سباهله لو لعب عيال. الناس بتكبر راكبه فوق بعض في المترو، في وسائل المواصلات، في الاسواق. انزل اي منطقه شعبيه ولا اي سوق وشوف الناس عامله ازاي فوق بعضها. 9 هي دي اللي هتمنع حظر. وليه دوننا احنا عن الدوله بتوع المحلات اللي هم زي حالاتنا الغلابه، تمام، يشيلوا الليله دي؟ يعني هل مثلا المهرجانات اللي بتحصل دي ما فيهاش كورونا؟ ما بتجيش فيها؟ لا، الكورونا واخد بالك ما بينقلوهاش غير بتوع المحلات وما بينقلهاش غير المساجد. لكن المهرجانات ما بتنقلش كورونا. لو كيشت فلوس الشيشه ما تنقلش كورونا. لا، ما كيشتش فلوسها يبقى هي بتنقل كورونا. تمام. اي تجمع بتعمله الدوله ولا احتفاليه زي احتفاليه نقل المومياوات ولا لا، ده كله ما بينقلش كورونا. اللي بينقل كورونا هم اولاد الكلب بتوع المحلات، اللي هم اصلا شحاتين، اللي هم اصلا ما لاقينش اللضه، اللي هم بسبب كورونا ومن قبل كورونا وضرايب ومش ضرايب اتخرب بيت اللي جاب ابوهم اساسا. تمام. لا، هم اللي يشيلوا الليله دي. طب كنا منتظرين ان بعد العيد باربع 5 ايام يرجعوها زي ما كانت حتى لحد الساعه 12. عايزين يشتغلوا علينا التزامات. اقسم بالله العلي العظيم انا كان عندي 3 حالات كورونا جوه بيتنا، والله العظيم في بيتي. تمام. لا، ما يقول لك عشان عدم التزام بتوع المحلات احنا خليناها لحد اخر الشهر. طب ايه الوضع دلوقتي؟ تمام. يعني انا راجل شهر رمضان كله اوتوماتيك ما اشتغلتهوش، تمام، بسبب الوضع الصحي اللي كان عندي، لان البيت تقريبا 3 حالات وكنت انا رابحهم، كنت شاك في نفسي فعزلت نفسي معاهم. تمام. فما اشتغلتش وعليا التزامات، عليا ايجار وعليا التزامات جوه بيت. انا ما عنديش حد موظف هنا ضامن قبض بيجي له كل شهر، احنا على الله كلنا. تمام. فتحت قبل الوقفه بيوم، يوم الوقفه جيت متاخد. البس يا باشا، واخد بالك المحامي مثلا عايز له 500 600 جنيه و500 تاني، غير الرصيد على الغرامه 1000 جنيه، غير وقفان الحال والرميح يمين وشمال و يرضي مين ده؟ دي يرضي مين؟ والله العظيم الواحد لما بيمرر عينه على الطريقه اللي بتدار بها الامور في بلدنا دي بالمزاج وبالهوى، عاجبك ما عاجبكش انجح راسك في اتخن حيطه اخر ما بدلك يعمل. يعني انت تصور انك انت ممكن في حوار زي صغير زي ده تتحول لبني ادم مسجل، تتحط بطاقتك على اي كمبيوتر في الدوله انت راجل شمال. تصور يا مؤمن ان انت عشان اي هفوه من الهفوات دي انت بقيت مسجل. انت راجل كنت واخد لك حكم قبل. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. وما اقولش غير حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.
السلام عليكم.